كنت بتذاكر وكان في حاجه مش فاهمها وقعدت تدور كتير على يوتيوب عشان تفهم الجزء اللي انت مش فاهمه، شفت فيديوهات كتير لحد ما وصلت الفيديو في المعلومه اللي انت عاوزها. بعد كده لما جيت تراجع ورجعت تدور تاني على الفيديو اللي انت فهمت منه ما لقيتهوش ونسيت الشرح اللي خلاك تفهم في الاول. في الفيديو ده هنتكلم ازاي تضيف فيديو من على اليوتيوب على انكي. الفيديو ده ان شاء الله هيكون جزء من سلسله فيديوهات بنشرح فيها توتوريالز عن استخدام انكي بشكل احسن. لو لسه مش بتعرف تستخدم انكي ففي فيديو نزل عن ازاي تستخدم انكي من الصفر وايه اسهل طريقه تضيف بيها الفلاش كارد، ممكن تشوفه من هنا. بس دلوقتي يلا ننقل على الكمبيوتر ونشوف شرح النهارده. ماشي، دلوقتي مثلا هضيف شابتر اسمه الريكونستراكشن. كونستراكشن احطه كسبجكت في السيرجري. هشرح دلوقتي ازاي اضيف كارد بسهوله، فلو شفت الجزء ده في الفيديو اللي فات ممكن تسكيب الجزء ده. تمام، نخش نقاد. احنا قلنا الكلوز اكتر حاجه بنضيفها. بعد كده قلنا ان احنا بنضيف اول حاجه ايه، كونتكست. يعني انا دلوقتي مثلا عايز انقل المعلومه دي انا لما اجي اذاكرها مش هبقى عارف ده جزء من ايه بالظبط، فانا احاول اضيف الكونتكست، يعني بضيف عناوين علشان تعرفني انا فين بالظبط. فهنقل كده، انا دلوقتي بذاكر شابتر اسمه ريكونستراكشن مثلا، اروح اعمل كده ريكونستراكشن، اروح ضايف ده كهيدر، اروح اعمل بولت وعليه خط. بعد كده انزل تحت. انا دلوقتي فين؟ احنا في حاجه اسمها سوفت تيشو ريكونستراكشن اوف سوفت تيشو، اضيفها كسب هيدر او كتايتل تاني، يعني احط عليها خط مثلا. بعد كده احنا بنشرح ايه، احنا وصلنا لغايه فين؟ تايبس اوف لوكال ايه فلاب. ده نوع من الريكونستراكشن بتاع السوفت تيشو اسمه اللوكال فلاب، فانا احط اللوكال فلاب هنا خليها ايه، هايلايت كده. تمام، التايب اللي احنا هنذاكره فاحط عليه خط مايل كده. كده انا فين بالظبط. يبقى انا كده لما اجي اذاكر الكارد دي ابقى عارف انا في انهي جزء من الشابتر بالظبط. عايز مثلا ايه الكارد دي تتكلم على الشرح بتاع ترانسبوزيشن فلاب ده، فاقول مثلا ديسكرايب مثلا، واروح واخد الحته دي سكرين شوت. زي ما قلنا اسهل حاجه تعمل بيها كارد ان انت تاخد سكرين شوت من المصدر اللي انت بتذاكر منه، تعمل له ايه، بيست هنا. بعد كده كنترول شيفت سي، كده احنا عملنا الكارد. طب انا دلوقتي الترانسبوزيشن الفلاب ده انا شايف صوره كده مش فاهم منها اي حاجه، عاوز الصوره دي احط لها فيديو من اليوتيوب بحيث ان انا افهمها بشكل احسن. تمام، فادخل على اليوتيوب، هاخد اسم الفلاب ده، بعد كده اعمل له بيست في السيرش بتاع اليوتيوب، هنزل مثلا الفيديو ده عجبني فاروح داخل عليه. ازاي اضيف الفيديو ده على انكي بحيث ان انا كل مره اجي اذاكر الكارد يظهر لي الفيديو ده قدامي فما احتاجش ادور تاني من الاول. ببساطه خالص هروح هنا اعمل مشاركه، الاقي حاجه هنا اسمها ايه، تضمين او امبيد، اروح ضاغط على امبيد، اروح واخد النص ده كله كوبي احطه هنا بقى في الباك بتاع الكارد. هتلاقي هنا علامه، تضغط على العلامه دي يفتح لك الويندو دي، تروح عامل بيست فيها. بعد كده تضغط على علامه تاني كده، انت بقى عندك ايه، الفيديو محطوط على الكارد على طول. فنضغط اد. بعد كده لو رحنا الانك تاني عشان نشوف الفيديو اتضاف ازاي، او ضغطنا هنا كده ادي الكارد اللي احنا ضفناها عادي خالص. بعد كده لو اتكينا انتر ادي الاجابه، وادي تحتيها الايه، الفيديو عادي خالص. ادي الفيديو اتضاف عادي وشغال عادي خالص. في اختصار يعمل الموضوع ده بشكل احسن ان انت برضو نفس الموضوع تعمل مشاركه، تعمل امبيد وتاخد النص ده كله كوبي. بعد كده تتك كنترول شيفت اكس، كنترول شيفت اكس هيفتح لك الايه، العلامه دي. بعد كده تضغط كنترول شيفت اكس تاني، خلاص كده الموضوع اتضاف. كنترول انتر، كده الكارد اتضاف وبس كده. ودي كانت طريقه اضافه الفيديو من اليوتيوب. طب ليه اصلا تحط في الكارد فيديو من اليوتيوب؟ اضافه فيديو من اليوتيوب على انكي من الحاجات المفيده جدا لان انت بتفهم المعلومه بشكل احسن في وقت اقل بكتير. كمان لما تربط المعلومه بفيديو ده بيثبت المعلومه اكتر بكتير. اهم حاجه في الفلاش كارد ان تبقى بسيطه قدر الامكان عشان تعملها بسهوله، وفي نفس الوقت يبقى فيها المعلومه اللي انت بتذاكرها والسياق اللي انت بتذاكر فيه، وانت تحاول توازن بين البساطه وان الكارد يبقى فيها المعلومات اللي انت عاوزها. هتلاقي نفسك دايما بتقع في الفخ ان انت عاوز تعمل الكارد بشكل احسن، فهتلاقي الموضوع بياخد معاك وقت كبير. ده مثلا مثال للكارد اللي كنت بعملها في الاول، كان الموضوع بياخد وقت اكتر من المذاكره نفسها، بس بشويه حاجات بسيطه ممكن تعمل كاردز بسهوله وبرده تبقى فاهم المعلومه كويس. واضافه فيديو من اليوتيوب مثال ممتاز على ده. وبس كده، سلام عليكم.